مي نور الشريف تخسر وزنها لهذا السبب، والمفاجأة عرسها القادم على هذا النجم المشهور، وحقيقة ارتدائها الحجاب والرجوع إلى الله. ستتفاجأ بخطيبها الأول النجم المشهور الذي غدر بها بعدما أخذ ما يريد منها، وزواجه من صديقتها المقربة لتصدم من هول الصدمة. شاهد للنهاية لتكتشف كل ما هو جديد. تصدر اسم الفنانة مي نور الشريف محرك البحث جوجل بعدما نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام احتفالها بعيد ميلاد والدتها الفنانة بوسي، وتفاجأ الملايين برشاقتها وخسارتها الوزن الزائد، لتفاجأ الملايين بأخبار أخرى متداولة عن سر هذه الإطلالة. وكانت المفاجأة حيث انتشر عبر مواقع التواصل خبر يفيد باستعداد مي نور الشريف بزواجها في الفترة القادمة، ولكن الأمر يحيط الغموض والسرية، ولكن لا يبقى شيئا سرا طوال الوقت. فأشيع عبر مواقع التواصل أن مي نور الشريف تستعد للزواج من فنان تشكيلي من جذور خليجية، وبجانب عمله كفنان تشكيلي فهو رجل أعمال ولديه العديد من المشاريع التجارية. لم يتوقف الأمر على ذلك، بل صدم الجميع من اشتراطات الزوج لكي يكمل هذه الزيجة، حيث اشترط الزوج على أن تترك الفنانة مي نور الشريف الوسط الفني حتى لو كان الظهور في برنامج تلفزيوني، وأيضا من ضمن الشروط هي إقامتها الدائمة في دولة الكويت محل سكن. لم يكتفي الأمر على ذلك، وإنما اشترط أيضا عدم حضور أحد من الوسط الفني حفل الزفاف، وأيضا ارتداءها الحجاب وتطهير نفسها من هذا الوسط. ليصدم الجمهور من هذه الشروط القاسية، وما المقابل الذي جعل مي نور الشريف تتقبل هذا الوضع. وكانت المفاجأة حيث تبين أن تقييد الحرية للفنانة مي نور الشريف له مقابل وليس بأي مقابل، حيث انتشر عن أحد المواقع الإخبارية أن زوج المستقبل كتب باسم مي نور الشريف أحد شركاته التجارية والتي تقدر بالملايين، وأن تكتفي بالعائد من هذه الشركة والذي سيعوضها عن طرقها للوسط الفني وعن موعد الزفاف الذي يشغل الكثير من محبي ابنة نور الشريف. وفقا لمصادر مقربة من مي نور الشريف أن الزواج سيقام في الكويت، وسوف يكون في النصف الأول من عام 2023، واقتصار الزفاف على الأهل والأقارب من قبل العروسة لتدخل مي نور الشريف عش الزوجية بعد فشل خطبتها الأولى من نجم مشهور جعلها سلم يصعد عليه لوصوله إلى غرضه منها، وهي الشهرة والنجومية على أكتاف والدها الراحل نور الشريف. فهل ترغب في معرفة من وقصته معها؟ شاهد للنهاية. شاب في مقتبل العمر يطمح في أن يصل إلى النجومية بأسرع الطرق حتى لو كان على حساب الآخرين، ليبدأ بأدوار صغيرة، ولكن حلم النجومية يشغل عقله ليسعى للتقرب من ابنة الراحل نور الشريف عندما كانت تتواجد معه في كواليس تصوير أحد المسلسلات، لتبدأ العلاقة بينهما وتتطور إلى أن تتعلق به وتحبه. ليطلب من النجم الراحل نور الشريف خطبتها ليوافق عليه بعد إلحاح ابنته والوقوف بجانبه ليكون من نجوم الصف الأول. تم الإعلان عن الخطوبة وصورت الكاميرات الحفل، وأعلن ذلك داخل الوسط الفني، ولم تخلو الأخبار عن حفل خطوبة مي نور الشريف. وكانت هذه البداية للفنان عمرو يوسف، بداية الشهرة والصعود إلى ما يطمح أن يكون فيه. وشارك الفنان الراحل نور الشريف عدد من الأعمال ليصعد بسرعة الصاروخ من شاب يعرض إعلانات إلى نجم سينمائي وتلفزيون. لعل ذلك يجعلك تقول أنه سيرد الجميل لابنة نور الشريف خطيبته وقوفها بجانبه ودعم والدها الراحل نور الشريف له، ولكن كان مقابل ذلك الندالة وقلة الأصل. ستفاجأ بما فعله وقد تعيد نظرتك له. جعلت الشهرة منه شخصا مغرور، وأصبح ينظر إلى خطيبته مي نور الشريف نظرة أخرى غير نظرته الأولى التي كانت تتسم بالحب، وإنما أصبح ينظر إليها على أنها لا تتناسب أن تكون زوجته، فهي كانت مجرد سلم للصعود عليه. وبعد رحيل والدها الفنان نور الشريف لم يستمر عدة أسابيع وأعلن انفصاله عنها بعدما وصل إلى ما يريد. ولم يكتفي الأمر على ذلك، بل تقدم للزواج من أقرب أصدقاء مي نور الشريف، وهي الفنانة كندا علوش، والتي كانت تعتبر صدمة كبيرة لابنة الراحل نور الشريف، صدمة رحيل والدها وصدمة غدر الحب الأول وخيانة أقرب الأصدقاء. مي نور الشريف هي ابنة الممثل نور الشريف والممثلة بوسي، وخالتها الممثلة نورة. درست في الثانوية قسم أدبي، وفي عام 2004 تخرجت من الجامعة الأمريكية في القاهرة قسم إعلام تخصص إذاعة وفلسفة ومسرح. بدأت التمثيل وهي بعمر 3 سنوات من خلال فيلم الحكم آخر الجلسة، لكنها لم تستمر طويلا حيث توقفت بعد ذلك عن التمثيل، ولكنها عادت بمشاركتها في مسلسل التالي مع والدها الراحل نور الشريف في عام 2010.